الوحدة الجوية هذه في جمهورية افريقيا الوسطى تم ديبلومون نتاع 130 فرد. تم الانتشار نتاعنا في 21 سبتمبر 2021 لمدة 6 أشهر. المهمة نتاعنا تلخص في مهمات بحث وإنقاذ، مهمات استطلاع جوي، دعم ناري للقوات البرية، وإخلاء صحي. منذ مجيئنا لهنا لأفريقيا الوسطى، الفريق الأولاني اللي جاء تم تأسيس مقر الوحدة، وباش تكون معناها المعيشة نتاعنا على أحسن ما يرام. وعلى أثرها قمنا بكثير من الانتشار بالنسبة للمروحيات في جميع أفريقيا الوسطى، والهدف نتاعها هي حماية الأفراد population centrafricaine، وتحت معناها حفظ السلام موجودة في المينوسكا. واخذين شهايد نتاع استحسان معناها التفقدات اللي صاروا علينا في المدة هذية الكلنا الحمد لله لحد الآن شرفنا بلادنا على أحسن ما يرام. كتونسي أنا كعميد في الجيش إن شاء الله معناها تزيد تكثر الانتشارات مع الجيش التونسي خارج الوطن. اليوم غادروني نص الأفراد نتاعي اللي أنا معناها الحق عشت معهم 6 أشهر، وكانت البداية نتاع الوحدة هذية معناها الحق معناها التكوين نتاع الوحدة وباش وصلت لهالمستوى هذايا. والمهمات صعيب ياسر واحد من الاول باش يبدا يتاقلم في مهمه جديده، لكن الحمد لله بالخبره نتاعهم ونشكرهم ديجا معناها هما توا اللي يروحوا. ونتمنى للناس اللي جاوا جدد انه باش يكملوا على المستوى هذايا نتاع الحرفيه والانضباط والسمعه الطيبه اللي موجوده فيها الجيش التونسي. بديت مهمتي في أوت 2021 وتنتهي إن شاء الله أوت 2022. فخورة ياسر بتواجدي ضمن المهمة لعدة أسباب. أولها أني نمثل بلادي المرأة التونسية ونمثل علم بلادي ضمن مهمة متعددة الجنسيات، خاصة وأنه الأمم المتحدة تشجع العنصر النسائي على التواجد وفرض وجوده ضمن المهمة متاعها بعدة مناطق وعدة بلدان. بالنسبة للصعوبات بسيطة جدا، هي البعد على العائلة، لكن الأمم المتحدة توفر كل الظروف باش المرأة بصفة خاصة والضباط العسكريين يقوموا بمهمتهم على أكمل وجه.